عندي واقعة تاريخية لا بديل ليها حصل في مارس 78. قام قوات الاحتلال بعمل تنفيذ عملية أطلق عليها حرب الليطان نسبة لنهر الليطان. وقام جيش الاحتلال في 14 مارس 78 باجتياح جنوب لبنان تحت حجة محاربة منظمة التحرير وياسر عرفات، ونقلهم أو طردهم من جنوب لبنان إلى شمال الليطان. طيب هل ليه العملية دي نجحت بالنسبة له؟ إن هو كان في عملاء داخل اللبناني، فالإسرائيليين لم يتواجدوا بقوتهم. هم جابوا عميل يقوم بهذه العملية في جنوب لبنان يحمي أمن إسرائيل. كان ساعتها حين ذاك يعني حد جنرال كان منشق عن الجيش اللبناني بشكل ما يسمى بجيش جنوب أو جيش الجنوب، سعد حداد، وقام بتشكيل ما يسمى بقوات في الجنوب، أصبحت هي الحصن المانع لأمن إسرائيل. ومن ثم قامت إسرائيل بتدريب هذه القوات وتسليحها، والقوات دي انتشرت من الخط الأزرق أو ما يعرف بالخط الأزرق أو من خط الهدنة 89 وصولا لجنوب نهر الليطاني، واستمرت حتى بعد مقتل أو وفاة سعد حداد بالسرطان عند عمر 49 سنة، يعني بعد أقل من 4 سنوات من عملته لإسرائيل. جاء ما يسمى بأنطوان لحد اللي هو أطلق بعد ذلك على القوات دي جيش لحد. واستمر جيش لحد في جنوب لبنان لغاية الانسحاب الشهير من جنوب لبنان في عام 2000. ومن ثم الإسرائيليين ما بيخشوش معارك بالوجه، يعني لا يحتمل دولة الاحتلال أن تبقى أشهر قليلة، مش هقول بقى سنوات، في جنوب لبنان. لا يمكن، لا يمكن. فالحديث إن هو داخل لجنوب لبنان عشان ينشئ ما يسمى بحزام آمن زي ما بيطلق عليها دولة الاحتلال لليطاني أو حتى للنهر الأولي، إن الكلام اللي خرج من المتحدث دولة الاحتلال أول أمس بمطالبة المدنيين من القرى الحدودية مش الانتقال لشمال الليطان، وده الجديد. قال لهم انتقلوا لشمال نهر الأولي. الليطاني بيبعد عن الحدود الأرض المحتلة ب 28 كيلو ونص تقريبا، في بعض المناطق 28 كيلو ونص من عند خط الحدود، وأقرب نقطة من عند كفر كلا عند الخط المعتوج من نهر الليطاني تقريبا 4 كيلو. نهر الأولي نهر الليطاني بيصب في شمال صور، نهر الأولي بيصب في شمال صيدا، فتقريبا مساحة 2 أو 63 كيلو من خط الحدود الدولي لغاية نهر الأولي. معنى كده إن إسرائيل الحديث حوالين النهر الليطاني مش هو الهدف. إسرائيل تريد أن تفرغ الجنوب مكتمل، مش بس القرى اللي على الحدود الأرض المحتلة ولا لغاية نهر الليطاني بعمق 28 كيلو ونص، ده عايزة تعمل عملية حاجز يصل إلى نهر الأولي شمال صيدا بعمق 63 كيلو.